السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. نهاركم مبروك وصباح الخير عليكم. بالنسبه اليوم فهو نهار الاربعاء 7 ديال الصباح، ورحنا في واحد البلاصه صراحه زوينه بزاف، الطبيعه تبارك الله يا سلام. جبتكم والفيديو غيكون استثنائي شويه مختلف على باقي الفيديوهات اللي كنديرو. جبتكم لهنا ان شاء الله باش نوريكم كيفاش كتم عمليه ديال وضع الدواء، يعني ديال الشجر، وخاصه الشجر ديال الزيتون. كما كتشوفوا الارض هنايا كامله عامره بالشجر ديال الزيتون. المهم غادي ننتقلوا ان شاء الله باش نبارطاجي معكم المعلومات كامله والنصائح خاصه بهذا الدومين هذا، وديال كيفاش نديروا الدواء للشجر وشنو هو النوع اللي زوين، وبزاف ديال المعلومات اللي غنبارطاجيوها معكم غادي يخبرونا بها الناس ديال الميدان. ودابا لقيتوني كنتسنى ان شاء الله غير داك الشخص اللي غادي يجيب التراكتور ديالو ويميلونجي الدواء والى اخره باش نقوموا بهذه العمليه ان شاء الله. منظر هائل جدا هنايا في هذا الربيع هذا. كما كتسمعوا راه كاين الصوت ديال غادي يسالي ان شاء الله داك الراجل من داك البلاصه اللي الهجي ويجي لهنايا باش يصاوب الدواء ديالو ان شاء الله. وهاد البلاصه قلت لكم رائعه جدا. هاد السيمانه اللي جات مور العيد نهار الحد بالضبط كانت عامره هاد البلاصه بالناس بزاف. كانوا كيجيبوا لهنا الماكله ديالهم وكيجلسوا مع العائلات ديالهم والاصدقاء ديالهم والحباب ديالهم، وكيدوزوا نهار واعر بزاف. لانه الخوت من بعد ما الانسان كيكون يعني في المدينه ولا بسبب الخدمه ديالو هذه كيجي لهنايا وكيرتاح مع العائله ديالو. كاين بزاف ديال الطرق باش نديروا بها الدواء للشجر ديالنا، ومن بين هاد الطرق كاين تراكتور اللي كيكون مجرور بالسيتيرنا، يعني كتكون موراه السيتيرنا عامره بداك الماده اولا داك الدواء اللي كنديروا في الشجر. وهذه غالبا ما كنستعملوها فاش يكون عندنا شجر بزاف. والحاله الثانيه اولا النوع الثاني هو فاش كنكونوا هازين واحد المحفظه على شكل سيتيرنا صغيره في الظهر ديالنا، وكنبقاو غاديين كل شجره كنبقاو نديروا لها الدواء. اهم حاجه الخوت اللي خصكم ديروا قبل ما تبداو الدواء هي انكم تحميو راسكم بشي كمامه، سواء انت اللي كدير الدواء اولا شي واحد اللي معك. ضروري انكم تبروتيجيو راسكم بشي كمامه ولا اي حاجه باش هكا تحميو راسكم. اذا بالنسبه خاصه الناس اللي مرضين بالضيقه فمن الاحسن انكم ديروا شي حاجه تغطاو بها. المهم هنا الاخوان السيد اللي كنا كنتسناو يجي عندنا بالتراكتور ديالو، ومن بعد ما سلام البلاصه اللي كان فيها جا عندنا ووقف كيشرح لنا الطريقه ديال تحضير هاد الماده هادي اولا كيفاش كيحركوها وشنو النوع ديالها الى اخره. المهم هو كيحاول يكبها في داك السيتيرنا. ديجا السيتيرنا راه عامره بالماء ودابا كيحاول يدير فيها داك الماده. وانتم عارفين الخوت بما ان الانسان كيستهلك واحد المواد مفيده للجسم، مثلا الكالسيوم، فوسفور، الزنك، يعني في المواد الغذائيه ديالو او عن طريق الادويه اللي كناكلو كنشربو. فالاشجار والنباتات عندها نفس الدور حتى هي نفس المهام، كنعطيوها اولا كنوفروا لها هاد النوع ديال المواد. وهذا الشيء ضروري منه باش نحافظوا على الصحه ديال الاشجار والنباتات ونتفاداو داك التساقط ديال الازهار اللي كتكون والامراض المعديه للاشجار. الا رديتو معايا البال الخوت، داك الساشيه قبيلات كبيناها هكاك فوق الماء، ودابا حاليا الموتور راه كيدور باش يخلط داكشي كامل لداخل عاد غيتحرك. دابا غتشوفوا معايا مباشره الطريقه ديال كيفاش كنرشوا الاشجار بهاد الماده هادي. كيف ما قلت لكم كتمشي وسط الخط، وهذيك الفرفاره كتوصل ديك الماده لجميع الجوانب، يعني من الناحيه ديال اليمين ومن الناحيه ديال اليسار. صافي المهم كنبقاو مستمرين في العمليه حتى كنساليو الخطوطه كاملين.
هنا راني صورت لكم ساشيه ديال داك الدواء الا بغيتو تستعملوه، راه كيجي على هذا الشكل هذا ساشيه بحال هكا، وهي اللي خلطنا مع الماء في سيتيرنا باش نرشو بها الشجر ديال الزيتون. من بعد ما درنا الدواء للشجر ديال الزيتون دابا غادي نمشيو نزرعوا شجيرات وحدين اخرين جدادين، لانه المره اللي فات فاش جينا لقينا شي حبات ما بقاوش، طاروا الخوت ما عرفتش السبب، زعما واش تشفروا ولا. المهم جينا لقينا هذوك الحبات ما بقاوش، داكشي علاش جبنا حبات وحدين اخرين وغنزرعوهم ان شاء الله دابا، وغتشوفوا كيفاش كنديروا نزرعوا. دابا كما كتشوفوا غادي نحاولوا نحفروا واحد الحفيرات على حساب الشجرات اللي جبنا ديال الزيتون باش نعاودوا نغرسوهم، حفيرات عاديين ماشي غارقين بزاف. واهم حاجه هي فاش نجيو نحيدو هاد الميكا على الشجيره نردو البال نحيدو غير بشويه باش ما يتحيدش داك التراب كامل، لانه خصنا نحطوها هكاك مجموعه باش تحط في وسط الحفره، ما خصش التراب يتزلع. ودابا في هاد المرحله هادي غادي نحاولوا نحطوها في الوسط ديال داك الحفره، وغادي نبداو نكبو عليها الرمله الحمراء غير بشويه، يعني في الجناب ديالها شويه بشويه حتى نغطيو لها ديك البارتيه الفوقانيه. واهم حاجه واهم مرحله هي هاد القصبه هادي اللي كنديرو في الجنب ديال الشجيره، وكنغرسوها مزيان وكنثبتوها مع الشجيره ديالنا، وكنربطوهم بطبيعه الحال بشي خيط باش هكا تبقى ديك القصبه اولا الشجره متكيه على القصبه ومجموعه مزيان. صافي وكنكملوا يعني الرمله ديالنا حتى كنساليو الشجيرات كلهم اللي كاينين. ومن بعد كتجي مرحله اخرى مهمه بزاف واللي هي السقي، ضروري ما نعمروهم مزيان بالماء نسقيوهم باش هكا يشدوا راسهم مزيان كما كتشوفوا معايا. اذا كانت هذه هي اخر مرحله في الفيديو ديالنا، وكنضربوا لكم ان شاء الله موعد في الفيديو الجاي، وما تنساوش ديروا جيم وابوني للقناه باش ان شاء الله نزيدو نكبروا القناه، وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد. تهلاو فراسكم، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.